السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل بقى فراخ مشوية بطريقة سهلة جدا من غير صوصات ومن غير اي حاجة، بمقادير مكونات موجودة عندنا في البيت. وهنعمل بقى شوية رز بالخلطة، الله عليهم احلى من المطاعم. بس اهم حاجة ما تنسوش اعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. اول حاجة هجيب الفراخ اي كمية طبعا انا عايزة اعملها، واكون غسلاها كويس جدا واطلع اي حاجة فيها، وهنقعها بقى في ملح وليمون وشوية دقيق. الدقيق بيطلع الزفارة وبيخلي الفراخ نضيفة وقشطة زي ما انتوا شايفينها كده. واعمل لها بقى فتحات كده من تحت الجلد علشان خاطر التتبيله تخش فيها وتخلي الفراخ طعمها حلو. وهجيب الكبه او الخلاط واحط فيهم طماطمتين، طبعا الكميه حسب الفراخ اللي انت هتعمليها. تحطي طماطم وتحطي بصل وتحطي قرن فلفل، قطعيهم كده، ما تحطهمش سلام عشان السلاح بتاع الخلاط او الكبه ما يتكسرش مننا. راح حاطه بقى شويه خل وشويه زيت ومعلقه كبيره كده من العسل الابيض. العسل الابيض طعمه مش بيبان بس بيخلي الفراخ طعمها حلو ولونها كمان حلو. واحط معاهم ملح وفلفل اسود وزعتر وبابريكا وبهارات فراخ والجنزبيل، اهم حاجه الجنزبيل بيبقى حلو جدا مع الفراخ. وهنحط شويه كاري وشويه توم وبصل بودر، اي بهارات انت بتحبي تحطيها ممكن تحطيها. لو بتحبي الرز الماري ممكن تحطي، انا بحب الزعتر قوي للفراخ فبحط زعتر. واهم حاجه زي ما قلت لكم تحطي الجنزبيل بيبقى حلو جدا وشويه كزبره وبهارات طبعا الفراخ. وكل دول بقى اخلطهم بقى واضربهم في الكبه او في الخلاط، انعمهم كده خالص، احاول انعمهم على قد ما اقدر. التتبيله زي ما انتم شايفين ريحتها حلوه جدا ونعمت. هحطها بقى على الفراخ كلها، هنزلها كده واحطها على قطع الفراخ واتبل فيها الفراخ كلها من جوه ومن بره وتحت الجلد، وكلها لازم اتبلها. والفتحات اللي انا عاملاها احط فيها كده في الفتحات التتبيله علشان الفراخ تطلع جوسي كده وطريه وحلوه جدا. طبعا انا عامله تتبيله سهله جدا بمكونات موجوده عندنا في البيت. انا عندي صويا صوص وعندي باربيكيو ودبس رمان، بس ما رضيتش اعمل، قلت اعمل تتبيله النهارده تبقى موجوده في اي بيت، تبقى سهله وتخلي الفراخ كمان طعمها حلو. اتبل كده من كل الاماكن تحت الجلد وكله كله خالص كده. وبعد ما اتبلها هروح مغطياها وهدخلها بقى التلاجة، هنطلعها قبل الغدا بساعة وندخلها الفرن وهنشوفها مع بعض. الفراخ بتاعتي بعد ما سبتها من بالليل لغاية دلوقتي الظهر واتبلت كويس قوي، جبت بقى صينيه او قالب او الصاجه بتاعه الفرن وحطيت فيها ورقه ألمونيا علشان اللي ينزل التتبيله اللي تنزل من الفراخ ما تتحرقش في الصينيه وتدوخنا في السوا. ورحت حاطه فيها كوبايه ميه وشويه بقى فلفل اسود حبوب، ورقتين لورا، اي اعشاب تحب تحطيها ممكن تحطيها. نرص بقى الفراخ بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، وبعد ما نرصها نحط من فوق الوش برضو شويه من التتبيله. وانا مش هغطيها، هسيبها كده، انا عايزاها تبقى مشويه وحلوه. وطبعا مشغله الفرن دلوقتي على درجه حراره 180 او 200 حسب الفرن بتاعك. وهدخلها هتقعد معانا ساعه وهتطلع مشويه وجوسي طعمها حلو جدا. بعد ما دخلت بقى الفراخ في الفرن رحت بقى قلت اعمل ايه، شويه رز بالخلطه. كنت انا ناويه اعمل محشي، فبنتي قالت انا عايزه رز بالخلطه، قلت اعمل لها. حطيت الحله على النار من غير اي حاجه، وحطيت فيها 3 معالق كبار سكر. لكل كوبايه رز هتعمليها معلقه سكر، فانا هعمل 3 كوبايه رز بسمتي، فايه حطيت 3 معالق سكر وما اقلبهمش ولا اجي ناحيتهم خالص الا لما الاقي الحروف بتاعتهم ابتدت كده لونها يتغير يبقى ذهبي، ابتدي بقى اقلب فيها. الحروف بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده ابتدت تبقى ذهبي، ابتدي بقى اقلب بقى فيها. افضل اقلب كده بقى كده لغايه ما تاخد اللون الذهبي. ونخلي بالنا النار بتاعتنا تبقى هاديه علشان ما يتحرقش مننا، ونقلب لغايه ما ناخد اللون اللي احنا عايزينه. عايزه الرز بتاعك بقى يبقى ذهبي كده فاتح او غامق براحتك، بس اهم حاجه السكر ما يتحرقش عشان لو اتحرق هيمرر مننا. ايدنا فيه كده على طول، نقلب فيه لغايه ما ناخد اللون الدهبي. اللون ده حلو جدا، وخلي بالك لو السكر كلكع منك ما تقلقيش، كل ده هيدوم مجرد ما نحط الميه او الشوربه. كده اللون بتاعه حلو قوي. هنزل بقى عندي بالشوربه السخنه، او ممكن لو ما عندكش شوربه تحطي ميه عادي، ما فيش اي مشكله. عندي شوربه رحت نازله عليها ب6 كوبايات شوربه،
لو ما عندكيش تحطي ميه عادي، مفيش اي مشكله. لكل كوبايه رز بسمتي بياخد كوبايتين ميه او شوربه. والرز ننقعه لمده ربع ساعه. وهحط بقى معلقة قرفة وشوية فلفل اسود صغيرة خالص. وهحط الملح بقى بتاعنا. طبعا حطي الملح حسب الكمية اللي انتي بتحطيها. وهحط طبعا مكعبين زبدة او تحطي معلقة سمنة وزيت براحتك. حطيت مكعبين زبدة وشوية زيت. بحب احط الزيت لان بيخلي الرز مفلفل كده وحلو جدا. وتحطي طبعا المية بتاعتك لكل مع كوباية رز بتاخد معلقة صغيرة من بتاعة البهارات ملح. وحط رشة فلفل اسود كده صغيرة بتحلي وبتطعم الرز بتاعنا. وطبعا اهم حاجة القرفة اللي هتدينا اللون والطعم الحلو جدا. وحاسبهم بقى لغاية ما يغلوا اروح نازلة عليهم بالرز. اول بقى ما الشوربة بتاعتنا غليت اروح نازلة بالرز بتاعي كده على طول. طبعا الرز غسلاه كويس قوي منقوع زي من اول ما زي ما قلت لكم ربع ساعه. وغسلته كويس قوي وصفيته. وحطيته كده على الشوربه بتاعتي واديله تقليبه. وهغطيه لغايه ما يتشرب. الرز بقى بتاعنا زي ما انتوا شايفين شرب الشوربه كلها. ابتدي بقى اديله تقليبه وهروح جايبه شويه زبيب واحطه عليه. الله على الجمال. الزبيب بقى دوت اللي انا عاملاه معاكم في فيديو قبل كده ساعه موسم العنب. وطعمه حلو جدا. حطيت الزبيب كده وهغطي عليه واسيبه 10 دقايق كده واطفي عليه. وحطيت طاسة على النار وحطيت فيها شوية زيت. وكان عندي بقى كبد وقوانص كده مسلوقين نص سلقة. فطبعا انا ما كنتش عاملة حسابي ان انا هعمل الرز ده. فبحب اعملها بالكبد بس وهي نية. فطبعا ما كنتش عامله حسابي فلقيت عندي كبد وقوانص كده مسلوقين نص سلقه. رحت مطلعاها ومقطعاها قطع صغيره وحطيتها على الزيت. واديها بقى شويه تحميره كده واحط بقى شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه قرفه ياخدوا التحميره كده واطفي عليهم. جبت بوله وحطيت فيها معلقتين طحينه وكان عندي علبه زبادي وحطيتها عليها. وقلبتهم كده مع بعض. طبعا تخينه شويه رحت حاطه عليها شويه ميه عشان اخففها شويه. وحطيت بقى عليها شوية ملح وشوية كمون وشوية كزبرة وشوية شطة كده أو بابريكا. وقلبتهم مع بعض وحطيت شوية زيت وشوية خل وعصير ليمون. وبقت أحلى سلطة طحينة بالزبادي. الرز بالخلطة بعد ما استوى شايفين جماله حطيته في قالب بقى وزينته بالكبد وشوية زبيب كده من على الحروف. طعمه وريحته ما اقولكوش تحفة تحفة. حلو جدا بقى في العزومات. لما يبقى عندك في عزومة ولا حاجة تعمليه وفي رمضان بيبقى حلو شكله شيك كده ويشرفك في العزومات. والفراخ المشوية طلعت الله على الريحة وعلى الجمال. شايفين جوسي كده وطرية وحلوة جدا جدا. قعدت ساعة معانا في الفرن. شايفين شكلها ومشوية وحلوة جدا. ولعي بقى لو عندك فحمة ولعي فحمة وحطيها في النص. تبقى بقى فراخ بالفحم زي بتاعة الحاتي. طعمها حلو جدا جدا جدا. مع شوية بقى الطحينة بالزبادي اللي احنا عاملينها تبقى الله. ولو تعملي بقى سلطة خضرة كده تبقى جميلة جدا. وجبة حلوة تشرفك في العزومات وقدام ولادك وقدام أي عزومة عندك. تبقى حلوة جدا جدا. ما أخدتش مننا وقت في ساعة هتعملي الأكلة دي. جربيها وهتعجبك جدا. وأهم حاجة ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.